31 من شهر 8 غتقوم الجامعة المغربية لكرة القدم بأهم قرار في تاريخها، وهو تعيين وليد الركراكي مدرب للمنتخب الوطني. والمهمة ديالو يكون فريق في 3 أشهر فقط قبل المونديال. مهمة كتبان صعيبة بزاف نظرا للحالة اللي كان فيها المنتخب، لكن خلال 3 أشهر فقط المنتخب المغربي غيتغير تماما. ولينا كنشوفوا منتخب بدون صراعات أو خلافات تافهة داخل أو خارج الملعب. ولينا كنشوفوا روح أخوية بين جميع اللاعبين، وولينا كنشوفوا روح قتالية داخل الملعب. لاعبين مصابين ومع ذلك كيبغيو يلعبوا بدون خوف، ولاعبين قادرين يموتوا على التوني، وكل شيء كيلعب لصالح المجموعة. وزيد هذا الشيء عطانا منتخب قدر يحقق إنجاز تاريخي والوصول إلى دور ربع النهائي لكأس العالم. ولاش قلت لكم أن وليد أنقذ مسيرة حكيم زياش الكروية. غنطرح عليك واحد السؤال: واش عمرك شفتي حكيم زياش كيتقاتل بهذه الطريقة سواء مع المنتخب أو الفرق اللي مر منها؟ أكيد الجواب هو لا. هذا الأداء الرجولي بالنسبة لي هي دليل براءة حكيم زياش، وأنه كان ضحية تسيير وفكر قديم. صراحة فاش تعمقت بزاف في قصة زياش، وسمحوا لي غادي نقولها، لقيت ان المغرب ظلموه بزاف. بعد الاداء الرجولي والمستوى الرائع اللي قدم زياش ضد المنتخب البلجيكي، طلع المدرب وليد الركراكي في الندوه الصحفيه وقال: من قال لكم ان التعامل مع حكيم زياش شيء معقد؟ بالعكس، انا عطيت لزياش الحب والاهتمام والثقه، وهو رد لي هادشي في الملعب بالاداء والروح القتاليه. الحقره اللي تعرض لها حكيم زياش مع المنتخب اثرت عليه نفسيا بزاف، لدرجه ان المستوى ديالو مع نادي تشيلسي نقص وما بقيناش كنشوفوه بزاف. وباش نفهموا اكثر علاش كنقول تظلم، غنرجعوا بالزمان اللور ونشوفوا الظروف اللي مر منها زياش على قبل المغرب. القصه بدات بعد ما تالق في البدايات ديالو رفقه نادي هيرفن، والجميع في هولندا سمع باسم الموهبه زياش، والاهداف والتمريرات ديالو كلشي كيهضر عليها. هادشي خلى الاسم ديالو يتواجد في لائحة المنتخب الهولندي لأقل من 19 سنة. لعب معاهم 2 سنين تقريبا، لكن منين وصل لسن 21 عام في كل مرة كتوجه ليه الدعوة من المنتخب الهولندي كيلقى شي سبة وكيرفض. هنا الصحافة الهولندية بدات كتشك وكتطرح سؤال: كيفاش أي لاعب كيحلم يجي للمنتخب بينما زياش ما كيبينش الرغبة ديالو كيتهرب في كل مرة كيعيطوا ليه؟ الإجابة على هذا السؤال غتكون عبارة عن صورة كتجمع المدرب المغربي بدو الزكي رفقة حكيم زياش. خبر انضمام حكيم للمنتخب المغربي نزل كالصاعقة على الجمهور الهولندي، لدرجة أن وسائل الإعلام الهولندية قالت أنه مجرد غلط وأن المسؤولين بالمغرب ضغطوا عليه. لكن زياش خرج بتصريح تاريخي وقال: الاختيار ما كيكونش بالعقل، كيكون بالقلب. أنا اختاريت المغرب بدون تردد، ومن ديما كنحس براسي مغربي. من بعد هذا التصريح التاريخي بالنسبة لي، الإذاعات والجرائد الهولندية بقات كتهضر فقط على زياش، ما بغاتش تصرت ليهم. 19 أكتوبر 2015 حكيم غيخوض أول مباراة ليه مع المنتخب المغربي في أكادير، وما كانش عارف شنو كيتسناه في هولندا. فبعد العودة ديالو للديار الهولندية، زياش غيتعرض لمضايقات كثيرة في شوارع هولندا، حتى من جمهور النادي اللي كان فيه نساو كل ما قدم حكيم زياش للنادي وتهجموا عليه في العديد من المرات. وهذا الشيء راجع للحملة الكبيرة اللي قامت بها الصحافة الهولندية. فلا حديث آنذاك إلا عن زياش، ولاو كيتسناوه بعد نهاية كل مباراة فقط باش يوجهوا ليه أسئلة مستفزة ويحاولوا يضغطوا عليه أكثر. وما نساوش المدربين اللي وصفوه بالغبي، ما كانش بالسهل عليهم ويشوفوا لاعب بهذا المستوى كيضيع منهم، وهما كانوا عارفين القيمة ديالو. والدليل على ذلك أن أول شيء قام به المدرب داني بلين بعد تعيينه مدرب للمنتخب الهولندي سنة 2015 هو محاولة ضم زياش بأي طريقة للمنتخب. لكن حكيم كالعادة كيجاوب وكيقول: داني بلين تقدر تضغط عليا كيما بغيتي، لكن لن ألعب للمنتخب الهولندي. ورغم هادشي كامل، ورغم أنه أعلن الاعتزال ديالو دوليا في قرار نهائي، إلا أنه في أول اتصال من وليد قبل مباشرة العودة للمنتخب. وبصراحة العديد من الناس كانوا كيقولوا يقدر يكون المشكل من حكيم، لكن ها هو المدرب وليد الركراكي كذب الجميع وعطانا أحسن نسخة من حكيم زياش، واللي ولينا كنشوفوه كيدافع وكيتقاتل وكيلعب ل 90 دقيقة بنفس الريتم ما شاء الله. فما هو السر وراء هذا التغيير؟ السر
هو أن وليد عارف الظروف القاسية اللي مر منها زياش، فماشي بسهل تفقد الأب ديالك في سن صغير في بلاد الغربة وتمر من طفولة اللي صعيبة بزاف. وليد عارف هادشي واستعمل العاطفة والتقرب من زياش كتر وعطاه الحرية، وهذا هو دور المدرب. خاصو يتعامل مع اللاعبين على حساب شخصية كل واحد، وكل شي لاحظ الأجواء اللي ولات في تدريب المنتخب، أجواء مرحة وأخوية لكن ممزوجة بالجدية والانضباط. شخصيا كيبان ليا باللي وليد الركراكي كان منقذ لمسيرة حكيم. اللاعب كان في مرحلة خايبة بزاف خصوصا مع نادي تشيلسي اللي ما بقاش راضي على الأداء ديالو، لكن الآن وبعد الأداء الرائع اللي قدم في كأس العالم فأكيد أن زياش غيرجع للمسار الصحيح، وكيتسناوه عروض من أندية كبيرة في العالم. فاش كتكون مرضي الوالدين فكن متأكد أن الدنيا غتنصفك واحد النهار.